السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي شهوات مع خديجه. وصفه جديده عباره على مليويات ومسمنات بالزيتون والزعتر والفرماج، كيجيو غزالين. ما عليكم غير تتبعوا معايا المكونات وطريقه ديال التحضير. بالنسبه للعجين، طريقه الملوي العاديه، عندي زلافه مع مرش ديال الفينو، غادي نضيف لها معلقه صغيره ديال العسل وساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. غادي نضيف ليهم واحد شويه ديال المدافي وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نخلي هاد الفينو يرتاح واحد شويه هكذا يرطب باش يسهل عليا عمليه الدلك، ونحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه. هاد الطريقه معتمده عندي، دائما كندير بحال هكذا. نتوما بغيتو تخلطوهم في خطره وتعجنوا، خلطوا، غير هو هاد الطريقه هذه كتجي احسن بكثير وما كتعذبناش. حتى بالنسبه للناس اللي كيعجنوا غير في القصريه، دغيا غتدلك لكم العجينه الا درتو بهذه الطريقه هذه وما غاديش تاخذ وقت طويل. هنايا من بعد ما خلطتها مزيان غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي تقريبا واحد ربع ساعه 10 دقائق. غادي نعري عليها، غنلقاها بهذاك الشكل. غادي نضيف لها زلافه عامره ديال دقيق الابيض، دائما من الاحسن يكون نوعيه جيده، وضفت شويه ديال الملحه وغادي نديرها تعجن عادي حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه وشاده في راسها، ما تكونش كتلصق في اليدين. كي كنعرفوا العجينه ديال المسمن خصها تكون مدلوكه مزيان وفي نفس الوقت شاده في راسها. هنا غندهنها بواحد شويه ديال الزيت. غادي ناخذ واحد الصينيه غندهنها كذلك بالزيت، وغادي نفرق هذاك العجين الكويرات. الحجم نتوما تحكموا فيه، بغيتو مسمنات او مليويات كبار ولا صغار اللي بغيتو. انا هنا غادي نديرهم متوسطين في الحجم. غادي نكور العجين ديالي كله حتى غادي يتكور، عاد غادي ندهنه بالزيت وغادي نغطيه بلاستيك غذائي، وغادي نخلي العجينه ديالي ترتاح مزيان. قد ما خلينا العجين يرتاح قد ما كنحصلوا على ملوي اللي ناجح. صافي، وغادي نغطي عليهم ونخليهم كيف قلت لكم ارتاحوا. هنايا عندي زيتون كحل قطعته، حيت منه بعد العظم، وغادي نديرو هكذا في الطحانه الكهربائيه وغادي نطحنو مزيان حتى غادي يترقق. ممكن هاد العمليه ديروها غير بالموس، غير هو بهاد الطحانه كتعطينا هاد التقطيعه هكذا بهاد الحجم هذا. غادي نضيف لها شويه ديال الزعتر، وغادي نضيف كذلك واحد 4 المعالق كبار عامرين ديال هكذا هاد الجبن هذا ديال العلبه. ممكن ديروا فرماج مثلث ولا مربع، ديروا واحد 4 الفرماجات ولا 5، المهم اللي كان عندكم متوفر قديو به الغرض. صافي، هنا غادي نخلط المكونات بثلاثه، زيتون كحل والزعتر والفرماج. هذه هي الحشوه اللي غادي نستعملها في هاد المليويات ديالي والمسمنات. هنايا من بعد ما ارتاح لي العجين جيدا غادي ندهن سطح العمل بالزيت، وغادي نحاول نقرص هذيك الكويره ديالي تترقق مزيان، يولي يبان منها سطح العمل، باش هكذا نحصل على ملوي اللي مورق ما يجيش معجن من الداخل. من بعد غادي ندهن بواحد شويه ديال الزبده مذابه، وغادي نرش بشويه ديال الفينو، وغادي ندهن الحشوه ديالي اللي كنت حضرت معكم فيها الزيتون والفرماج والزعتر. بالنسبه لطريقه الطي، في الاول غادي ندير بحال غادي نطوي رغيفه، بحال غادي ندير مسيمنه. هانتوما بهذا الشكل هذا. طريقه الطهي جد مبسطه وسهله وكتعطينا ملوي ناجح. انا غنحاول نبسط واحد شويه. غادي نرش كذلك بالزبده، وعاوتاني نرش بالفينو ونطويها وانا راخفه يدي. ما تزيروش في الطيب، هاد الطريقه هذه طويو وانتم راخفين يديكم باش هكذا المليويه منين تكون كطيب تلقى فين تنفخ. غنحاول ندهن عاوتاني بالزيت ونعاود معكم وحيده اخرى. طريقه جد مبسطه. البنات اللي مازال ما شاركوش في قناتي كنقول لكم فضلا وليس امرا، شاركوا في القناه وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وكيف دائما ما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير، هما كتحفيز ليا يخليوني نستمر معكم. غير هو فضلا كملوا معايا بعدا غير شروط ديال يوتيوب اني تكون عندي 1000 مشترك. بفضل الله وفضلكم ان شاء الله غادي نوصل ليها. كنظن ان المحتوى ديالي محتوى اللي زوين ونقي، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم. هنايا غادي نشارك معكم كذلك رغيفه او مسمنه كنورقها كذلك. تندير الزبده، تنرش بالفينو، وسندير الحشوه ديالي، وكنطوي الرغيفه ديالي بشكل عادي
هاك عاوتاني كندير الزبده شويه ديال الفينو ونطويها على هذا الشكل هذه، وغادي نخلي العجين ديالي يرتاح. هنا قبل المليويات ملي درتهم على داك الشكل غنحاول دابا بعد ما ارتاح واحد شويه غادي نحاول نجمع هادوك جنيبات هكذا على هذا الشكل هذه وبهذه الطريقه هذه، طريقه جد مبسطه. عاد غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح تقريبا واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه. كيف قلت لكم قد ما ارتاحت العجينه قد ما كتعطينا نتيجه اللي زوينه، والمليويات كيتنفخوا لينا وكيجيو غزالين. صافي غنستمر بهذا الشكل هذا حتى غنسالي كاع الكميه اللي عندي، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نطيب معكم. هنا راني درت المقيله كتسخن على نار اللي متوسطه. غنحاول نبسط هاد المليويه هذه على هاد الشكل هذا، ما ترقوهاش بزاف، الملوي ما كيبغيش يترقق بزاف. هنايا بعد ما سخنت المقله غادي نرش بشويه ديال الزيت وغادي ندير الملويه ديالي طيب. هنايا كنحطها غير واحد شويه بضع ثواني وكنعاود نقلبها على الوجه الاخر بعد ما رشيت بشويه ديال الزيت. الملوي كيبغينا نقلبوه كل ساعه وهكذا كندوروه بيدينا باش كيحصل على واحد اللون اللي زوين، كيتوحد فيه بعدا اللون وتيجي فيه واحد اللون اللي زوين. مره هكذا تنبدا نقلبو وتنبدا ندورو حتى كنحصل على اللون اللي بغيت. صراحه هاد المليويات كيجيو غزالين، كيجيو لذاذين ان شاء الله، حتى غادي تجربوهم وغادي تعرفوني علاش كنهضر. هنا غنحاول نطيب معكم وحيده اخرى بنفس الطريقه، كنديرها كنرش عليها شويه الزيت بضع ثواني وكنعاود نقلبها، كنعاود عاوتاني نقلبها وانا كندور. المهم التقليب كل ساعه باش هكذا كيف قلت لكم تيجي فيها واحد اللون موحد وزوين. غنستمر بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه حتى غادي نسالي كاع الكميه اللي عندي. انا النص درتو مليويات والنص الاخر درتو مسمنات. نتوما بغيتو ديروا غير ملوي ديروه، بغيت ديروا غير مسمن ديروه، اهم شيء انه كيجي غزال. صدقوني انه كيجي لذيذ وكيجي مختلف تماما. كيف قلت لكم القناه ديالي محتوى كنظن انه محتوى زوين وانه محتوى نقي، كنظن انه كيستحق التشجيع. لذا بفضلكم ان شاء الله وبفضل الله، وكنتمنى منكم انكم تزيدوا تشاركوا الناس اللي مازال ما شاركوش في قناتي. كنتشرف بالاشتراك ديالكم معايا ونتمنى نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله شغنقول لكم القناه ان شاء الله غتطلع بكم ان شاء الله باذن الله. هنايا من بعد ما طاب الملوي او لا غير الكميه اللي طابت هي مازال سخونه بحال هاد المليويه راه مازال سخونه، كندير لها هاد العمليه هادي باش كتزيد تورق. هانتوما كيشتوه كيجي رطب خفيف ومورق، كيجي غزال، كل شيء قدام عينيكم. هانتوما ديروا الوصفه بهاد التفاصيل هادي بهاد الطريقه هادي وانا متاكده ان شاء الله غادي تنجح معكم وغادي تنال اعجابكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا والرغيفات، نتمنى ينال اعجابكم. ولهنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. السلام عليكم احبتي، فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.